السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، اهلا بكم. النهارده هندمس مع بعض الفول عشان خاطر السحور. طبعا كل سنه وانتم طيبين يا رب، ورمضان كريم علينا جميعا ان شاء الله. هنعمل النهارده الفول في البيت بطريقه سهله جدا ومكوناته بسيطه، والنتيجه في الاخر هتعجبك جدا ان شاء الله، ومش هتبطلي تعمليه في البيت خالص. انا جربت طرق كتير ودي اكتر طريقه عجبتني للفول المدمس في البيت. اول حاجه معانا كيس فول. حاولي تجيبي نوع كويس، يعني الفولايه نفسها تبقى لونها فاتح مش غامقه. دلوقتي هننقيه من اي فولايه مكسره او اي حاجه مش عجبانا. دلوقتي هو بقى كده معايا نضيف مفيهوش اي حاجه. هنفضيه في طبق ونديله كذا شطفه كده بالميه من الحنفيه، علشان ننقعه بميه برضو من الحنفيه مش ميه مغليه. اثناء النقع ميه عاديه من الحنفيه. تمام. دلوقتي هنحط عليه الاضافات اللي هتتنقع معاه. معانا نص كوبايه فول مدشوش، ولازم ننقعها معاه عشان تطرى شويه، ودي اللي هتظبط القوام بتاع الفول. ومعانا كمان معلقتين رز، انا غسلتهم وصفيتهم. هتدي الفول لون فاتح شويه، والنتيجه بتاعته هتعجبك جدا باذن الله. انا دلوقتي بعمله معاكم من بالليل، هسيبه منقوع كده في الميه لحد بكره الصبح ان شاء الله، ونكمل باقي الخطوات ونبدا فيه تسويه. بس دلوقتي هنسيبه منقوع في الميه دي اقل حاجه 6 ساعات. انا حبيت ان انا اعمله من بالليل والصبح هبدا فيه. هو كده معايا تاني يوم حجم الفولة نفسها كبرت. انا صفيته من المية علشان لازم نغير المية، ما نعملهوش بالمية اللي كنا ناقعينه فيها. دلوقتي هنفضيه في حلة ونجهز مية مغلية. بس قبل اي حاجة هنحط معلقتين من العدس الاصفر، انا غسلتهم وصفيتهم، هيدوا الفول لون حلو قوي. ومعانا كمان جزرايه مبشوره ناعم علشان تدوب اثناء السوى، بس هتحلي اللون قوي بتاع الفول، وكمان هتخلي طعمه كمان حلو قوي. انا مجهزه ميه مغليه في الكتل، لازم ميه مغليه اثناء السوى، تبقى الميه بتاعتك مغليه. وكمان لما تلاقيه محتاج ميه وهو على النار تنزلي ميه سخنه مش ميه من الحنفيه خالص عشان ما يسودش معاكي. كده الفول بتاعنا جاهز، ان احنا دلوقتي هنرفعه على النار. ونتأكد ان مفيش اي بخار طالع منه، الغطا يبقى مقفول كويس. دلوقتي في اضافة مهمة جدا، معلقة خل، عشان الفول بتاعك مهما تشيلي الغطا من عليه عشان تشوفي المية بتاعته ما يسودش منك خالص. معلقة الخل دي اللي تحافظ على اللون بتاع الفول. دلوقتي انا رافعاه على نار هادية جدا زي الشمعة. ده كده بعد ما عدى ساعة عليه على النار. تقلبيه تقليبه بسيطه قوي علشان ما يتهريش منك، ولما يحتاج ميه طبعا تبقى ميه مغليه. تقليبه بسيطه تتاكدي ان مفيش حاجه لازقه بس في الحله، وخلاص كده مش محتاج تقليب. هنتابعه كل ساعه، لو محتاج ميه هنزود. انا هنا نقلته في حله اكبر شويه، ما خدش معايا على النار غير تقريبا 4 ساعات. وهنا الفول بتاعنا بعد ما عدى عليه 4 ساعات على نار هاديه جدا زي الشمعه استوى بقى زي الزبدة. وهوريلكم دلوقتي الفولية بقت مستوية ازاي، مستوية جدا. وده الفول بتاعنا بعد ما استوى. مش محتاجة ان انتي تطحنيه في الخلاط، بس انا ولادي بيحبوه مطحون
طحنت لهم برضو منه في الخلاط اهو زي ما حضراتكم شايفين. طعمه بصراحة في منتهى الجمال، والطريقة دي هتعتمديها على طول من كتر ما هي حلوة وسهلة وبسيطة ومكوناتها كمان بسيطة. ويا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتقولي رأيكم في الكومنتات، وان شاء الله هيعجبك جدا بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين.